هاي بنات، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من اخر فيديو. الفيديو النهارده هيبقى عباره عن ريفيوز عن منتجات انا جربتها واستخدمتها وطالعه اقول لكم رايي فيها. بس بصراحه المنتجات اللي معايا النهارده هي كميتها كبيره قوي. انا بقالي فتره بجمع في المنتجات دي حوالي تقريبا سنتين، فهم كتير قوي. فانا طبعا مش هقدر اطلع اتكلم لكم. اهو الشنطه اهي فيها المنتجات معايا اهو. فانا مش هقدر اطلع في فيديو واحد اتكلم عن كميه المنتجات دي، فحبيت ان انا اعمل معاكم السلسله دي هتبقى عباره عن فيديوز صغيره، كل فيديو تقريبا حوالي 5 دقايق، وكل فيديو هعرض لكم فيها او هتكلم فيها عن 3 منتجات عشوائيه. هدخل ايدي في الباك واطلع منتج واتكلم عنه. فلو حبيتوا الفكره دي قولوا لي في التعليقات عجباكم ولا لا، وشجعوني في التعليقات، ويلا بينا نبدا الفيديو. قبل اي حاجه لو انت جديده معانا في القناه ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناه وتفعلي زرار الجرس، وهستنى كلامكم الحلو وتعليقاتكم الحلوه. ويلا بينا، متحمسه قوي، يلا بينا نبدا. انا هغمض عيني او مش هبص وهدخل ايدي في الباك وهدعبس كده، والمنتج اللي هيطلع معايا هتكلم عنه على طول. طيب، اول حاجه او اول منتج معايا النهارده هتكلم عنه الكريم بتاع سيرافي. الكريم بتاع سيرافي ده اول حاجه لازم نعرفها ان سيرافي دي ماركه فرنسي، تمام؟ وهي كانت نازله في مصر بقالها فتره كده، يعني تقريبا سنتين تقريبا، فتره قليله مش كتيره يعني. وانا بصراحه جربت من الماركه دي اكتر من منتج. ده واحد من المنتجات اللي انا جربتهم من ماركه سيرافي. المنتج ده المفروض ان هو كريم للترطيب للوش، حجمه 52 مللي، 50 جرام تقريبا، تمام؟ الكريم ده في منه نوعين. اللي معايا النهارده ده مكتوب عليه بي ام، يعني ده الكريم المسائي. في واحد تاني اخف من ده شويه المفروض ان هو مكتوب عليه اي ام صباحي. انا هتكلم معاكم عن الكريم بتاع اللي هو السيرافي المسائي. ده يا بنات المفروض ان هو كريم ليلي. الكريم ده بصراحة كان جميل جدا، انا جربته اكتر من مرة. الكريم ده الحلو فيه ان هو فيه مواد حلوة قوي. اول حاجة مش موجودة فيه البارابين، ده مش موجود في الكريم ده. وكمان ملوش ريحة تقريبا او ريحته خفيفة قوي، يعني تكاد تكون مش موجودة. مناسب لكل انواع البشرة. الحلو فيه ان هو هيناسب البشرة الدهنية والجافة والمختلطة. هو على فكرة ما بيدهننش خالص على البشرة، بالعكس البشرة بتمتصه كويس قوي، وحلو قوي كمرطب ليلي. كمان في نياسيناميد، والنياسيناميد حاجة كويسة جدا للبشرة، وفي سيراميد، وبرده السيراميد حاجة كويسة، وفي هيلورونيك اسيد. في الثلاث عناصر دول، والثلاث عناصر دول مهمين جدا في اي كريم دلوقتي. الهيلورونيك اسيد للترطيب، والسيراميد والنياسيناميد. النياسيناميد لو بشرتك فيها دهون او فيها حبوب او كده، والسيراميد لو بشرتك متضرره. يعني السيراميد ده بيعمل ايه؟ السيراميد ده بيقوي حاجز البشره. فالمنتج ده او الكريم ده بصراحه فيه 3 منتجات او فيه 3 عناصر مهمين جدا للبشره. بحطه عادي بعد السيرم بتاعي اللي هو بتاع الهيدرونيك اسيد، او ايا كان السيرم اللي هستخدمه. ممكن سيرم فيتامين سي، سيرم الهيدرونيك، سيرم النياسيناميد، اي سيرم بتحطيه بتحطي بعديه الكريم ده عادي، كام نقطه كده على الوش زي ما احنا عارفين، وبنوزع الكريم وبننام. بصراحه الكريم ده من احسن الكريمات اللي استخدمتها، مناسبني اكتر كمان في فتره الشتاء. طيب دلوقتي انتوا هتسالوني انت هتجيبيه تاني ولا لا؟ انا بصراحه لو ما كانش الكريم ده مقاطعه فبصراحه كنت هجيبه تاني. فده اول منتج معايا النهارده. هنخش تاني في الباج وندعس فيها ونطلع منتج جديد. دلوقتي هنخش على المنتج التاني ونشوف هيطلع معانا ايه. طيب دي ليب باتر من ماركة نوكس. ماركة نوكس دي ماركة برضو للأسف هي ماركة مقاطعة، وهي ماركة فرنسية. الماركة دي تقريبا الحلو فيها ان كل المنتجات بتاعتها او كل المكونات بتاعت منتجاتها كلها طبيعية، فدي حاجة حلوة قوي. الليب باتر دي انا ما شفتش بصراحة من اول كل المنتجات اللي استخدمتها للشفايف دي اكتر منتج عجبني، او ده اكتر منتج عجبني خاص بالشفايف. انا
تقريبا يعني جبتها كتير بصراحه، جبتها كذا مره من قبل المقاطعه، جبتها كتير، بس للاسف هي طبعا مش هعرف اجيبها تاني، لان هي اولا مقاطعه، وتاني حاجه ان هي سعرها بقى عالي قوي وكمان مش متوفره. بس هي لو انت مش مقاطعه او انت حابه تستخدميها طبعا ده براحتك. عايزه اقول لك ان دي من اكتر الحاجات اللي عجبتني جدا للشفايف. عايزه اقول لكم ان هي مش بترطب بس، ده بتعالج الشفايف، بتفتح لون الشفايف. هي عباره عن برطمان، البرطمان ده بيكون فيه ماده، الماده دي شبه العسل بس على تقيل قوي، تقيل قوي، وزي فيه حبيبات كده بسيطه قوي زي السكر كده، بس هو مش سكر يعني. تحطيه لاير كده قبل ما تنامي. هو طبعا ما ينفعش تحطيها في وسط اليوم لانها تقيله قوي، فانت بتحطي لاير كده قبل ما تنامي، وبتصحي تاني يوم الصبح بتلاقي نفس اللاير ده على شفايفك. تمسحيه بمنديل وتغسلي وشك عادي. عايزه اقول لك ان انت بتلاقي شفايفك سموث جدا. عارفين الخطوط اللي في الشفايف دي بتروح مع الاستخدام المنتج ده، بترطب جدا. وده بقى بتلاحظيه لما بتحطي روج او بتحطي حاجه على شفايفك، بتحسي ان شفايفك لا شكلها اتغير، بلوند، طريه، فبيأثر جدا على الشفايف بصراحه، بيعالجها وبيفتح لونها. فيا بنات الليب باتر دي خطيره خطيره خطيره، خصوصا كمان في الشتاء. في الشتاء عايزه اقول لك مش هتحسي ابدا ابدا ان شفايفك دي مشققه او ان هي مش عاجباكي او مقشره او ايا كان. مظهرها بيبقى حلو قوي وطريه وناعمه وكل حاجه، فده بصراحه حلو قوي. شابوه بصراحه للمنتج ده. اخر منتج معانا النهارده ايه؟ دي الشنطه ده الحمد لله الماركه دي مصري، فالماركه دي اسمها شان، والمنتج ده اسمه شان بادي ميلك. ده طبعا لوشن للجسم. اللوشن ده حلو قوي. الماركه دي طبعا انا جربت منها كذا منتج بصراحه، والمنتج اللي هتكلم عنه دلوقتي هو ده البادي ميلك بتاع الجسم. البادي ميلك ده فيه كذا حاجه حلوين قوي. اول حاجه ان المنتج ده خفيف، فالبشره بتمتصه بسهوله جدا، ينفع في الصيف وبينفع في الشتاء، وبيناسب كل انواع البشره، خصوصا الجافه جدا او الدراي جدا، بيبقى حلو جدا معاها. في حاجه حلوه قوي ان هو مع الاستخدام بيحسن من مظهر ملمس الجسم. انتوا عارفين الجلد ساعات بيكون في انواع جلد بتبقى انواع اللي هي ستروبري سكين او اللي بيكون فيها نقط دي، عارفين اللي هي شبه جلد او شبه ملمس الفراوله ده. فده بيحسن جدا مع الاستخدام طبعا النوع ده من الجلد، فحلو قوي اللي هي الستروبري سكين. الحلو فيه كمان ان هو طبعا مفيهوش روايح، يعني انت لو بتعملي ليزر او بتعملي شيفنج او كده فده امن جدا انت تستخدميه بعد الليزر. حلو قوي، ما بيعملش احتكاك او حساسيه للبشره، فحلو قوي في كده. يا بنات المنتج ده فيه 3 مكونات حلوين جدا زي ما قلت لكم. في الهيدرونيك اسيد طبعا ده حلو جدا للترطيب، وفي النياسيناميد حلو لو بشرتك فيها بثور او حبوب، وكمان السيراميد ده بيقوي حاجز البشره وبيحسن ملمسها وبيخلي شكلها صحي اكتر. فالمنتج ده بصراحه حلو قوي، كمان مش بيلزق ولا بيدهن زي ما قلت لكم، البشره بتمتصه بمنتهى السهوله، وكمان ترطيبه بيقعد تقريبا حوالي 3 ايام. فالمنتج ده حلو قوي وانصح بيه جدا. فالنهارده ال3 منتجات بتوعنا بصراحه كانوا كلهم حلوين، بس للاسف المنتجين الاولانيين كانوا فرنسي يعني مقاطعه، والاخراني ده كان مصري. طبعا انتوا براحتكم بقى عايزين تجيبوهم او لا. انا يعني كيوتيوبر او كده لازم اطلع اقول لكم الحاجات اللي استخدمتها بحياديه واقول لكم رايي فيها بصراحه. طبعا كل واحد حر طبعا ايا كان يجيب الحاجات دي او لا، طبعا كل واحد حر. فاتمنى الفيديو النهارده يكون عجبكم. لو عجبتكم الفكره دي شجعوني في التعليقات وقولوا لي هل فعلا اكمل في باقي المنتجات ونخلص المنتجات اللي معانا اللي موجوده في الشنطه دي، ولا نوقف السلسله دي. فهستنى تعليقاتكم وكلامكم الحلو. متنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه، واشوفكم في فيديو جديد على خير. مع السلامه.